السلام عليكم الزر في الأول، مرحبا بكم نسل جي اس كا. أخيرا برمجة لقاء الجولة 21 من الرابطة المحترفة، والذي نخص به شبيبة القبائل اتحاد خنشلة. نعطيكم موعد وتوقيت هذه المباراة ومواعيد المباريات تاع الرابطة في الجولة 21، ونعطيكم في آخر الفيديو تصريحات إغناطيف الذي يتمنى ربما أمنيات عن شبيبة القبائل. لايك الفيديو وابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. على الساعة الثالثة اتحاد خنشلة شبيبة القبائل يوم الجمعة 4 أفريل بملعب شهيد حمام عمار بخنشلة على 3 مساء. المهم بانت المقابلة للكثير من الأنصار راهم يسقسيو وقتها المقابلة وقت التأجيل وراء العيد أم قبل العيد. إذا حددت هذه البرمجة تاع الجولة 21 من الرابطة موبيليس أن نعطيكم البروغرام كليا، وكاين مباريات مؤجلة راحين تعرفوها في هذا الفيديو. اتحاد بسكرة ترجي مستغل هذا يلعب هذه المقابلة، واتحاد خنشنة وشبيبة القبائل قلنا الجمعة 4 أفريل على الساعة الثالثة، ومولودية وهران باردو. هذه المباريات التي ستلعب يوم الجمعة. يوم السبت 5 أفريل مولودية البيض شبيبة الثورة شباب الوزاد نجم مقرة. المباريات المؤجلة نادي الرياضي القسنطيني وفاق سطيف اتحاد الجزائر جمعية الشلف، وأيضا مولودية الجزائر أولمبيك عقبو، وهادو معنيين ب يعني الكأس الإفريقية، لذلك أجلت المقابلة تاعهم. إذا مباراة شبيبة القبائل حددت. المهم الأنصار راهم على علم بهذه المباراة 4 أفريل يوم الجمعة إن شاء الله على الساعة الثالثة بملعب اتحاد خنشلة. إن شاء الله الفوز ولما لا في هذه المباراة حتى نبقى في سلسلة النتائج إيجابية ونبقاو في البوديوم إن شاء الله. إيفان إغناطيف مهاجم شبيبة القبائل في تصريح له سعيد للغاية بالتسجيل في آخر مباراة وتحقيق الفوز، وأريد تحقيق النجاح ومواصلة التألق والتسجيل، والمدرب زيمباور ساعدني على التأقلم. كانت هذه التصريحات الأخيرة للاعبنا ولاعب شبيبة القبائل إيفان إغناطيف. إن شاء الله التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله تكون من الهدافين وهدافي البطولة، وخاصة في عامك الأول. حاجة مليحة، حاجة إيجابية ليك، وإن شاء الله مع ربما مرور الوقت تتأقلم أكثر فأكثر. أنا ربما عندي ثقة في هذا اللاعب، ويبان ربما حتى البلاسمون تاعو في الملعب جيد جدا إن شاء الله، ولما لا يكون من هدافي البطولة العام هذا أو العام المقبل إن شاء الله. لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. في جي اس كا. سلام خاوتي.